اول مره في القناه المشروب اللي دار ضجه مؤخرا، مشروب الكيفير ولا عليه واحد الاقبال بزاف، الناس ولات كتزعم انها تاخذه. فهاد الفيديو غنهضروا عليه مزيان، غنشوفوه مناش كيتصاوب، لاش كيصلح، الفوائد ديالو، واش فعلا مزيان او لا. وغندير معكم تنقيط ديال مجموعه من لي مارك الموجوده في الاسواق. على بركه الله، ما تنساوش لي واحد جيم لا فيديو البارطاج باش تكون الفائده، وان شاء الله الفيديو تستفدوا منه جميعا. واللي مازال ما اشترك يشترك في القناه باش دائما يوصلوا كل جديد. وعلى بركه الله، اول حاجه غنبداو بها بعدا، شنو هو الكيفير هذا؟ الكيفير هو عباره على واحد الحليب كيكون مخمر باستعمال ديال الحبوب او خمائر الكيفير. فهو ممكن نقولوا انه قريب شويه للبن، ولكن الخمائر اللي مستعمله مغايره شويه على اللبن. يعني الطريقه باش كيتخمر واحد الطريقه اللي مغايره. بالنسبه لهذا المشروب هذا فهو غني بالبروبيوتيك. البروبيوتيك شنو هما؟ عباره على خمائر وبكتيريا نافعه كتكون عندنا في الجسم ديالنا، كتساعدنا بزاف في عمليه الهضم، كتقوي لنا الجهاز المناعي ديالنا. اذا عندها بزاف ديال الفوائد. يعني اي واحد عنده مشكل ديال الهضم ممكن انه ياخذو. فراه كيبقى واحد الاختيار اللي مزيان. هاد لي مارك كلهم اللي شفتوهم معايا دابا كلهم ان شاء الله غادي نهضر عليهم وغنشوفوا التنقيط ديالو. راه كاين ماركات اللي ما فيهمش السكر. المهم انا نعطيكم جميع الاختيارات اللي موجودين. وعلى بركه الله غنبداو باول واحد، هو هذا اللي كتشوفوا قدامكم. هذه ماركه مغربيه، التنقيط تاعو كما كتشوفوا 78 على 100، ما في حتى شي ماده حافظه، الحاجه كتبقى مزيانه وبزاف. بالنسبه للبروتينات كاين واحد الكميه لا باس بها. لي غريس ساتوري قلال، 1.8 غرام على كل 100 ملل. وهذا اللي زوين فيه انه زيرو سكر اجوتي. بالنسبه للناس متبعينها كحميه، الناس اللي عندهم مرض السكري ممكن انهم يعني ياخذوا هذا النوع هذا، راهو سون سكر، حاجه اللي مزيانه بزاف. غندوزو لهاد المارك اخرى، حتى هذا ماركه مغربيه. هذا الشيء ولا زوين بصراحه. في الاول كنلقاو فقط لي مارك ديال برا هما اللي موجودين في الاسواق، دابا الحمد لله راه ولاو شركات مغربيه كتنتج لينا هذا المشروب هذا. وراه زعما راه الجوده يا سلام زوينين كما قلت لكم. هذا كما كتشوفوا التنقيط جيد 100 على 100 اكسيلون. نفس الشيء اوكان ناديتيف، هذا بيو، قال لك انه ما فيه 100 بيستيسيد دو سانتيز، ما عندوش يعني ما فيه حتى شي بقايا ديال مبيدات او اي حاجه كتستعملات في هذا في الانتاج. يعني ما كيبقى فيه والو، كيبقى هكا يعني بيو مزيان. بالنسبه للسكر، هذا شويه فيه السكر، يعني الناس اللي فيهم هكا السكر من الاحسن انهم ياخذوا الاختيار الاول. غندوزو لهذا هاد الماركه هذه ماشي مغربيه، هذا مستورد. حنا غادي نسكانيو ونشوفوا التنقيط ديالو. هذا 72 على 100، يعني هو نقطه مزيانه، ولكن الا قارنا مع الثاني الصراحه كيبقى افضل بكثير كما لاحظتم 100%. حتى هذا نفس الشيء تقريبا، اوكان ناديتيف. لي بروتين شويه ناقصين على الاول اللي كنا شفنا. هذا فيه 2.8 غرام على كل 100 مليلتر، ولكن يعني التركيبه راها مزيانه وامنه. غنشوفوا هذا حتى هذا مستورد، هذا ماشي ديال المغرب، ديال المغرب اللي شاركتهم معكم. هذا حتى هو نقطه جيده 88 على 100، يبقى مزيان. حتى هذا وكان نظيف وبيو، حاجه اللي مزيانه بزاف. البروتينات مزيان، هذا فيه البروتين 3.4 غرام على كل مليلتر. هذا السكر فيه واحد النسبه اللي هي قليله بزاف، ماشي كثيره. هادو هما يعني لي مارك هكا شاركت معكم اللي صراحه زوينين. من احسن نزعموا هكا على لي مارك مغربيه، راه كيبقى الجوده زوينه بزاف. حتى الثمن راه حاولت نسكرين لكم، عفوا نسكرين لكم حتى الاثمنه. راه الاثمنه اللي ديال اللي كيف اللي مصوبين في المغرب، راه الثمن مقبول منطقي ب 8 دراهم 9 دراهم، راهم يعني الثمن اللي مناسب وبزاف. هذه هي لا فيديو ديال نهار اليوم، كنتمنى انكم استفدتوا منها. واللي بغى اي منتوج راه كاينه مجموعه من لي فيديو في القناه، مرحبا بكم.